نبدأ الفيديو بتاع النهاردة برسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في نجاح الفيديو ده. وكل سنة وانتم طيبين يا أجمد وأصيع وأتقى ناس في العالم. نحب نوجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز وامتنان لكل الناس اللي شاركت في نجاح الفيديو ده. الناس اللي أنا نزلت الستوري وردوا يدونا أفكار عشان رمضان 2025 نستفيد بيه وناخد أكبر ثواب ممكن. كسبوني ثواب وهم كمان هيكسبوا ثواب، والناس اللي بتتفرج هتاخد ثواب، فكمية ثواب رهيب. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. هنبدأ بأول حد بعت كتالية 81. حركة جامدة منك انك تنوع علينا المكاسب والأهداف تبع رمضان، هنستفيد أكيد بالأفكار. نويت لله ان عاداتي تبقى عبادات، أكلي وشربي ونومي وتمريني تقويني فيها على شكرك وذكرك والتفكر بعظمتك ومخلوقاتك وصفاتك الحسنى وحبك. عايز أخصص وقت محدد لخدمة أي حد غير نفسي وجعله عمل صافي لله. حد مريض هروح اعمل له البيت، اعمل اكل كل يوم كل كام يوم لحد. نفس الوقت بايام تانية هعمل فيه اطعام بسيط باذن الله، اكل لذيذه، وكل مره اشاركها مع البواب او شوفير او شوفير التاكسي او عيله مستوره. هي دي مكمله جامد، بقول لك ايه، رهيبه. عامله برنامج اسبوعي وكاتبه كل شيء براجع عليه يوميا عند الفجر، ومن محاسبه نفسي على لساني وكلماتي ونبره صوتي كل يوم. محمد ابراهيم 258. السنه دي ان شاء الله نحاول نلتزم جدا بقيام الليل والتراويح، وكمان نحاول نساعد الناس اكتر على قد امكانياتنا. يونس ايمن. اني اصلي ال5 فروض واحاول ما افوتش واحد. طبعا زي ما اتفقنا، انت رهيب ان انت قلت كده. في حد يطلع لك هو انت اصلا ما بتصليش ال5. هو ممكن يكون هو ما بيلتزمش، وانت في حاجات تانية هتلاقي نفسك ما بتلتزمش بيها لو بتعلق عليه. ولو اتعلقت ان هو ما بيلتزمش فده معناه ان انت بتاخد ذنب، ان انت بتتعلق على حد وعامل فيها ان انت فاهم وفاهم جامد، وما بتحترمش ان ممكن واحد يبقى مش في المرحلة بتاعتك في النضج والايمان والتقوى. 0x70RVS. ركز انك تبطل ذنب واحد بس او عادة وحشة فيك وتخلي كل تركيزك عليها هي بس. برنس. ايمون جونيور حبيبي سبايدي. 4 صفحات قرآن بعد كل فرض هنختمه ولو مرة. صلاة السنة تراويح ولو 4 ركعات، لو كلها يبقى خطير. جيم بعدها على طول. تسبيح في الطريق للكلية والشغل. تقرأ قرآن ممكن تختمه أكتر من مرة لو عملت كده، لأن أغلب وقتنا في المواصلات. برنس. عمر محمد. إن شاء الله ختم القرآن مرة وزيادة، أنا بجري بسرعة عشان بس يعني أنا عايز أقول كل الناس قد ما أقدر. وقيام الليل وده ديني. دنيوي الجيم وتظبيط الجسم أكتر. رمضان بيساعد في ده جدا. YSFH أو YSF حجازي. أنا بحس إنه أجمد حاجة إن الواحد يبعد المشتتات زي البرامج والمسلسلات والحاجات دي. لما بتشيل المشتتات دي بتلاقي وقت فاضي حواليك، تعرف بقى ساعتها تستغله في العبادات وكده. عندك حق 100%. محمد عبد الجابر. بتعامل مع نفسي إني لا أملك شيء من الدنيا. الشعور ده بيخليني حقيقي أكتر، بشوف عيوبي وأوضح وبعرف أصلحها بسهولة. رهيب. بلو فاكس. ان في كل رمضان اشارك في الاعمال الخيريه من تنظيم موائد الرحمن والاكثار من الصدقه ولو بمبلغ بسيط. رهيب. مصطفى العربي. اقلل سوشيال ميديا، التزام بتمرين ودايت وصلاه اكيد. برنس. عبد الرحمن اكرامي. اشتري سبح الكترونيه خاتم ووزعها على الناس وهتبقى حسنات جاريه ليك طول الشهر وبعد الشهر كمان. العشاء والفجر على الأقل في المسجد، ولو نعرف نضيف العصر كمان. نحاول نقرأ جزئين في اليوم، واحد الصبح وواحد بالليل، و100 ذكر متنوع. محمد مد 97. AK سامي 3 تسعات. افصل النت كده اللي هتحتاج تعرفه هيوصل لك. صح. جامد. محمد أبو العلا. صوم. يعني الناس فعلا انا كنت بتكلم مع حد قال ان في ناس ما بتصومش اصلا، فعلا قلت لك انت بتصوم لسه حد بيصومها. كانها حاجه تضحك يعني. هيما اتش. اكيد هاخدها فرصه اني انتظم في الصلاه واحافظ على ده لبعد رمضان. اسماعيل مولاي ده حبيب قلبي من المغرب. سلام خويا شعراوي. بيقول لي خويا دايما بحب اسمعها قوي منه. بالنسبه لي كيفاش نكسب رمضان؟ عشان نكسب رمضان صوم جسديا يعني الصيام، واصوم روحيا. اي حاجه تضايقني تعكنن عليا يا رمضان ابعدها عني. جامد. وليد محمد
كليب ولا كلب، معلش انا اسف لو نطقتها غلط. ساعة كل يوم قبل اذان الفجر تصلي فيهم قيام الليل، والعدد زي ما تحب، بلس بعد الصلاة 10 صفح من القرآن، تدعي شوية قبل الفجر. جامد. يوسف مصطفى، اخلاص النية، تنظيم وقت، حتة حلويات صغيرة بس ما تسوقش فيها، انا بسوق فيها كل رمضان. يعني انت بتقول نصيحة بس بتكلم نفسك، ده اهم حاجة. اسامة علي، اصلي بخشوع واختم ختمة باذن الله، واهم حاجة قيام الليل يوميا مش اخر 10 ايام زي كل سنة. جامد. اكرم الرفاعي، حدد مسجد وشيخ اقفل معاه، حدد مسجد وشيخ اقفل السوشيال، قيام ليل وجزء على الاقل يوميا، الفروض كلها، جميع النوافل. جامد. عمر شلبي، هقرا كل يوم جزء من القران، واشيل عاده وحشه ابدلها بعاده كويسه، هحاول ما اشتمش خالص، هي بتبقى صعبه اصلا وبالذات بعد الفطار، وابدا واظب على صلاه الفجر ان شاء الله. كل علوه ان الواحد يعلى على نفسه في العبادات، يعلي على نفسه في العبادات، ويضيف لنفسه صفه جديده، زي انه ما يشتمش تاني او يبطل سماع اغاني، وانه يخرج منها شخص تاني. جامد. عمر عبد الهادي، اني أكبر الله على كل شيء، يعني يقول الله أكبر على كل حاجة. جامد. مؤمن سالم، ركعتين قيام ليل، لو عرفت أزود خير وأصلي الوتر قبل النوم زي دي سنة، وقراءة القرآن بعد الفجر لغاية شروق الشمس، عشان ليك أجر حج كامل إن شاء الله. محمود يام، هخصص نص ساعة قبل الفطار أتعلم حاجة جديدة. برنس. محمود وليد 2005، هبعد عن صحابي عشان أركز مع ربنا، لو في حد فيهم ممكن يساعدك تبقى مصلحة. إبراهيم سيف، هحدد كميات الأكل واختار نوع. جامد طبعا. فاضل مثلا 5 أو 4. محمد صبري 9، غير روتين نومك عشان يناسب الصلاة في المسجد، بص على صلة الرحم المقطوعة عندك وأوصلها واستمتع بالعبادة. صلة الرحم دي رهيبة، يعني أنا لازم على الأقل ما أكتب لستة كده بالناس اللي هم قرايبي، أكلمهم كلهم، لأن فعلا عندك حق. إبراهيم هازو 7، كل رمضان لازم أي أكل يتعمل أعمل منه بزيادة شوية، وبعد الفطار بطلعه لناس بتكون جنب المنطقة محتاجة يتسحروا بيه. رهيب. كل سنة وأنت معانا يا أخويا. كل سنة وأنت معانا. انا ما فهمتش قوي، ما فهمتش. هقفل انا بقى الفيديو، والله العظيم بجد انا بشكر. منى، تحب تقول لنا حاجه في رمضان؟ ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ده عارفين ليه انا بقى بصور في الاوضه مش على السلم وكده، لان خلاص ما بقاش فيه مساحه، يعني فكويس ان عندي حته اصور فيها فيديو. انا بشكر ربنا والله العظيم على طول ان انتوا موجودين في حياتي، لان دي نعمه رهيبه ان في ناس زيكم ربنا خلاها تخش في حياته. رهيبه ان انتوا بعتوا الحاجات دي عشان نسخن بعض، وانتوا كده على فكره برضو فعلا مش بهزر، هو ربنا خلينا اعمل كده وانزل ستوري عشان انتوا تقولوا لي الحاجات، وانتوا تاخدوا ثواب وانا اخد ثواب، ويبقى في حاجه مهمه او ليها لازمه تفرق في حياتنا مع بعض. يعني كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله رمضان ده يبقى رهيب، وان شاء الله يعني انا مؤمن ان شاء الله ان ربنا هيقبله ان شاء الله، فده لما انا بقى مقتنع بكده هيخليني طول الوقت بشتغل على الاساس ده. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.